صوت الحكاية، حكايات تروى بصوت الزمن الجميل. تمام يا فندم. في ايه يا امين مصطفى؟ في ناس جايين من خناقه في الاتوبيس يا شريف بيه. الواد بوج النشال سرق محفظه راكب ومسكوا في بعض، والسواق ركن بيهم قصاد الاسم. دخلهم يا سيدي. حاضر. السلام عليكم. انت تاني يا بوجي؟ مش اخر مره وعدتني انك هتتوب؟ من ساعتها والله يا سعاده الباشا بحاول اتوب وماشي في السليم يا باشا. امال يعني كنت في الاتوبيس بتعمل ايه وبالصدفه راكب يتنشل؟ سعادتك قلتها بالصدفه. يا باشا المخفي ده نشلني في الزحمه بيه. المحفظه كان فيها الماهيه كلها وكنت يا دوب قبضها. طب هروح لعيالي ازاي يا بيه؟ وهاكل طول الشهر منين يا بيه؟ ما ترد يا بوجي، الراجل هياكل عياله طول الشهر منين؟ ما هو اليوم رب اسمه كريم يا سعاده الباشا. وبعدين يعني ما ان شاء الله ما كلوا. يعني سيادتك بتسألني اكله منين وانا مش لاقي اكل؟ صدقني يا باشا انا المره دي مظلوم. الامين مصطفى فتشني اساله كان لقى معايا حاجه. اكيد كان حد مزاملك وبيقفل لك على الراجل ونزلته من الاتوبيس بالمحفظه. تصدق بالله يا سعاده الباشا انا خلاص تعبت من حياتي. احنا نريحك يا حبيبي، نزلوا الحجز يا امين مصطفى يرتاح ويقول لنا مين اللي كان معاه في الاتوبيس. يلا يا امين مصطفى. طبخين هنا النهارده يا امين مصطفى، على الاقل هنلاقي جوه لقمه طريه ناكلها. ولولا دخلت الحجز ولقيت رغيف مع زميل ليا كان زماني لحد دلوقتي على لحم بطني يا استاذ علاء. يعني انت فعلا ما نشلتش الراجل في الاتوبيس يا بوجي؟ والمصحف الشريف ابدا. يعني بقول لك الراجل رجع الاسم مع المحفظه وقال كانت تايه منه في بطانه البلطو اللي كان لابسه. انت فقري بجد يا بوجي. بس بصراحه بقى انت غلطان يا عم بوجي. ازاي يا تسيب نفسك كده بالحاله دي، مفلس وجعان وخرمان سجاير؟ اعمل ايه؟ كل يوم الف ادور على شغل ومحدش راضي يشغلني. كل صاحب مطرح يبص في وشي ويتكهرب ويقول لي ما عنديش شغل ليك. هو انا وشي في حاجه غلط يا باشا؟ لا 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 ما فيهوش حاجه غلط. قول حاجات يا ابني بصراحه يا ابوجي وما تزعلش مني. يعني شكلك بالحلاقه اللي انت حالقها دي سوابق. ماشي يا استاذ كتر خيرك. شوف لنا معاك سيجاره بقى. كانش يتعز اخويا. بقول لك ايه، ما تنزل انت بقى تلف لنا لفه بايدك الخفيفه دي اللي تتلف في حرير، تلقط لنا اي محفظه وتجيب لنا عشاء وسجاير وفاكهه. تصدق انا بستغرب منك يا استاذ علاء باشا. بقى انت متعلم ومعاك شهاده وصحفي تحرضني انا الجاهل عشان ارجع للحرام؟ اولا يا عم بوجي انا مش صحفي يعني، انا لغايه دلوقتي محرر على قدي. الدنيا الظلمه مش عاوزه تنصفني وتنطقني لفوق. ما هي عوره، بتشوف ناس وناس لا. يعني انت بتقفل ابواب التوبه في وش انت كمان؟ يعني عشان اعيش لازم اسرق؟ اقول لك ايه يا بوجي، هو ده شعار دنيا الباطل اللي احنا عايشين فيها، اللي تغلبه العبه وما بتسمحش غير بحالتين، يا تسرق يا تتسرق. الشاطرين بقى هم اللي فهموها وخدوها على قد عقلها علشان يعيشوا، وسرقوا وعمالين يسرقوا. طب والتانيين؟ وبتسأل ليه؟ ما احنا اهو مرميين في اوضتين فوق سطوح بيت قديم في الدرب الاحمر بلقمه ما بتشبعش قطه. هروب وخوف ورعب يا استاذ علاء، ولا نسيت؟ انسى ازاي يا مسكين؟ انك سبت بلدك في الصعيد عيل ابن 13 سنة وهربت على مصر تخبيك زحمتها من الطار. طار ماليش اي ذنب فيه. اخويا هو اللي اتخانق وهو اللي قتل وهرب وشلت انا ذنبه. وتقول لي توبة وحلال؟ قوم يا عم بوجي قوم انزل لفلك لفة وتعالى عيشنا وروقنا. بقول لك يا بوجي صحيح انا كنت عايز اسالك سؤال. اسال. انت من يوم ما جيت سكنت جنبي نفسي اساله لك. انت طبعا اكيد مش اسمك بوجي الحقيقي لانهم في الصعيد ما بيسموش الاسم ده، صح؟ صح. واشتقت والله يا استاذ لاسم الحقيقي الجميل بعرور. ايه؟ بعرور. لا 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 ولا بعرور ولا. خلينا ببوجي. بوجي ارحم بكتير. يا استاذ علاء
ايوه ايه يا استاذ علاء؟ ايه يا مرعي؟ امال المخفي بوجي فين؟ بخبط على اوضته ما بيردش. يا ريت يكون اتنيل وفرفر وخلصنا من سحنته السودا. يا ساتر يا رب. انت ايه مش هتبطلي كرهك لبوجي ده يا مرقية؟ جري يا استاذ علاء، عاوزني احب اللي قتل بنتي الوحيده ولا ايه؟ يا ست التحقيقات اكدت ان بوجي ما قتلهاش. صحيح انه تسبب في موتها بس ده بدون قصد منه. باب اوضته بيفتح طبيعي على سور السطوح اللي على الشارع، وصدفة ان المرحومة بنتك رؤية كانت واقفة عليه بتربط حبل الغسيل، وفتح على غفلة خبطها فقدت اتزانها وسقطت. لا 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 لا، الكلام ده ما يخشش دماغي ابدا، وناري مش هيبرطها غير قتله. مفيش فايدة، اللي في دماغك في دماغك. عموما انت كنت طالعة عاوزة ايه؟ لو عليا عاوزاله الحرق يا اخوي. اهو واحد مخبر وقفني في الحارة وسألني عليه وقال لي بعرور ساكن هنا ولا لا، وطبعا انا قلت له لا مش ساكن هنا، علشان عاوزاه يفضل قدام عينيا رايح جاي كده زي الحجر الداير، وانا بايدي اللي قلطه. اتأخرت ليه يا بوجي؟ وفين يا اخي العشاء والسجاير؟ انت ما عرفتش تنشل حد ولا ايه؟ اتنيلت نشلت، بس اعمل ايه في المحظ المهبب على باشا؟ في ايه؟ انا نزلت من هنا على شارع الهرم، قلت الجيوب هناك عمرانه والمحافظ تقايل وكمان الدمغه ضايعه، يعني ما بقاش في شغل اسهل من كده. رحت قاتل واحد بيه كده خارج من نايت كلوب يتطوح ويدور على رجليه. دخلت عليه وعملت الشويتين بتوعي وشقطت المحفظه. اهي يا سعادة البيه، شوف منفوخه ازاي وورمه. قول بسم الله، افتحها كده. بسم الله. ايه ده؟ يا نهار اسود، ايه كلها ورق مطبق. قلت لك الحرام خلاص مش مكتوب لي تاني، شيل منه الورق ارميه وهات هنزل ابيع على الطلعه بتاع الجلد. ماشي. بقول لك ايه، ام رؤية قابلها واحد مخبر في الحاره وسالها عليك، قال لها بعرور ساكن هنا ولا لا؟ ايه يعني انا كده انتهيت يا استاذ علاء بيه؟ يا اخي ليه؟ اطمن، هي قالت له مش ساكن هنا. وبعدين هي يعني جديده عليك سؤال المخبرين دي؟ انت مش فاهم، الراجل ده مش مخبر، ده واحد من ولاد عيلة الفواخرة اصحاب الطار. طب وانت عرفت منين؟ ايوه، ما هو المخبر مش هيسأل عليا باسم بعرورة يا استاذ. صح، اول مره تقول حاجه صح. هيسأل عنك باسم بوجي، وانا ما بقيتش بوجي الا بعد ما هربت من الصعيد. شفت؟ مش قلت لك هوصلوا لي؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ اروح فين واقول يا مين؟ يا عم الحاج انا بكلمك، ما تسيب الورق ده واسمعني. ها؟ ايوه انا معاك يا بوجي، معاك. انت شاغل نفسك بالورق اللي كان في المحفظه ليه؟ هو الورق ده فيه ايه؟ في مصيبه. ايه؟ في كارثه يا هاله. الورق ده اللي بهجت بيه كاتب لي فيه اسامي الناس الكبار اياهم ومعلومات عن حجم كل واحد منهم في السوق. ما انت عارفه اننا بنأسس شركه جديده. دي فعلا كارثه، مش لازم حد يعرف النشاط السري للناس دول، خصوصا انهم بيشتغلوا من الباطن وباسماء سوريه. انت ازاي تخلي في محفظتك الاوراق الخطيره دي وتروح بيها نايت كلاب وتشرب كمان يا عامر؟ ما انا طلعت من عندي بهجت بيه على نايت كلاب من بره يا هاله. اعمل ايه دلوقتي؟ انا دورت في كل حته، ما خليتش خرم ابره، ما لقيتهاش. ايوه انا افتكرت. ها؟ فين؟ انا افتكرت انها اتسرقت يا هاله. امبارح يا دوب خرجت من نايت كلاب، احتك بيا واد شكله كده سوابق وشمال، يعني مش ولا بد، وعشان كانت دماغي تقيله غفلني ونشالها. الوقت بيمر ولازم بسرعه يكون في حل. الحل الوحيد دلوقتي ان نسلم الورقه للاسم وهم يتصرفوا، كمان عشان يحموني من الواد ابن عيلة الفواخرة ده اللي ابتدى يحوم حواليا. غبي. ايه؟ الفلوس النهارده هي اللي هتحميك وتحطك فوق الرؤوس. انت شايف كده يا استاذ؟ افهم بقى وتعلم. الورق ده هيجيب لنا ملايين والله. انت خطفت الورق من ايدي كده ليه يا بوجي؟ انت ليه بتقول تجيب لنا الورق؟ ورق يا باشا لوحدي يا استاذي،
بتقول لي انا الكلام ده؟ بتقوله للاستاذ يا بوجي؟ مش ده اللي انت علمته لي؟ اللي تغلبه العبه، يا تسرق يا تتسرق، وانا مش هفضل هربان زي كلاب السكك. انا تعبت. بس انا اللي عرفتك قيمه وخطوره الورق، انا يا بوجي. اجعلها في ميزان حسناتك، ولو ان شك ان لك حسنات من اصله بالاذن يا كبير. يا حرام يا واطي، وحياة امي ما هعديها لك يا بوجي. باشا يا باشا، هو انت ولك عين تيجي لحد هنا يا حرامي؟ يا معوض يا مرسي. لا 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 لا، تندع معوض وغيره ليه بس يا سعادة الباشا؟ انت هتستعبط يالا، هات المحفظة. تفتكر انا اهبل لدرجة ان اجيلك بالمحفظة عشان رجالتك تتلم عليا وتاخدوها؟ ايه يا باشا، انا اللي جابني خوفي عليك. نعم يا اخويا، وخايف عليا من ايه بقى ان شاء الله؟ من الموجود في الورق. يا لهوي، ده مش ورق، ده كلبش. كده انت فهمت وكشفت ورقك. عاوز كام؟ شوف انت بقى، لما عيل ملوش لازمة زي كده يقع في ايده الفانوس السحري يطلب كام؟ يعني 50-60 ألف جنيه بالكتير. ده يبقى فانوس مضروب. دي الاسامي اللي في الورق تساوي تقلها الماظ. خلصني، عايز كام؟ نفسي يبقى عندي ارنب اربيه ويونسني. 1,000,000 يعني؟ ماشي، هنسلم ونستلم فين؟ في الدرب الاحمر، وبيتي المليان سكان طالعين نازلين، وكمان في اوضتي اللي فوق السطوح. واحنا بقى عندنا الاسطح اللي حوالينا بتبقى ولا بلكون السيما. بتشغي بشر، اللي طاير طياره واللي بتنشر واللي لا مؤاخذه يعني مخفف هدومه وفارش ياكل فسيخ ورنجه في الطراوه. فهمت، هنبقى فرجه يعني وما نقدرش نعمل معاك حاجه. ربنا يكفينا شر الغدر يا باشا. الميعاد هيكون في عز الظهر وفلوسي تجيني كاش. كاش، ما تبعتليش راجل، خلي المرسال واحدة يا ست. ليه بقى؟ اصل بصراحة عندي سوء تفاهم مع 2 رجالة خطيرين، واحد جاري والتاني بلدياتي، مش هفتح لهم بقى خالص. عنوان هو يا باشا. راجعة بشنطة الفلوس من غير الورق ليه يا هالة؟ الواد بوجي لعب ديله. قول الحمد لله اني ما طلعتلوش، كان زماني في سين وجيم. بوجي اتقتل. انتي ام رؤية صاحبة البيت واللي بلغت عن الحادث؟ ايوه يا بيه، كنت طالعه انشر الغسيل وبعد ما نشرته رحت على السلم علشان انزل، سمعت صوت بوجي بيتألم في اوضته، رجعت تاني من عند السلم لاوضته ودخلت له استني اولا حبال الغسيل جنب اوضه القتيل مباشره. طيب خدت وقت قد ايه تقريبا في نشر الغسيل؟ يعني قول كده حوالي ربع ساعه. ربع ساعه؟ طب كملي يا مرأية، كملي. بعد ما سمعتيه بيتألم دخلت اوضته ازاي؟ الباب كان مردود، بس زقيته ودخلت لقيت بوجي على الارض ومطعون في جنبه اليمين والدم قد كده حواليه، وبصلي وقال لي قتلني يا مرأية قتلني، والسر الإلهي طلع على طول. طيب ما سألتهوش مين ده اللي قتله؟ ما لحقتش يا بيه، خرجت اصوت لقيت الأستاذ علاء خرج عليا ومعاه المخبر. ده مش مخبر ولا حاجة يا حضرة الضابط، ومراية فهمت كده لما سألها عن بوجي مرة. وهو مين بالظبط؟ ويسألها عن بوجي ليه؟ وإيه سبب وجوده في أوضتك؟ هو كان عندي عشان كان ضيف، إنما سألها عليه ليه وهو إيه بالظبط فده يسأل هو عنها. أنا حجاج الفواخر يا بيه، من فواخر أسيوط، وكنت جاي أدور على شقة فاضية. حكم احنا مجاولين وشلنا شغل معمار كبير في الجهة هنا. وإيه علاقتك بعلاء الصحفي؟ ما فيش علاقة سابقة يا بيه. الراجل كتر خيره لما عرفني غريب عزمني على كوباية شاي عنده، وكان بيكلمني سمسرة. ولا طلعك عشان يسهل لك قتل بوجي، وقبل ما تقاوم وتحاول تنكر في واحدة كانت بتنشر غسيلها في السطوح المقابل شافتك خارج من أوضة بوجي بعد ما قتلته. لا يا بيه،
انا لما دخلت عند بوجي ده لقيته مقتول بس بيد غيري. كذاب يا فواخري، وعلاء الصحفي كمان كذاب. انا مش كذاب، حجاج هو اللي كذب لما قال ان انا كنت عارف موضوع الطار. لا كنت تعرف، ليه ساعدته يقتل جارك؟ ها ما ترد. استاذ علاء، انت متهم زيه بالظبط بقتل بوجي. الجارة اللي في السطوح التاني بنتها قالت انها شافتك بتخبط على اوضة بوجي قبل ما يجيلك حجاج. ها؟ شافتني؟ خبطت عليه لكن ما فتحش. لا فتح لك، هي قالت انك ألحيت في الخبط واضطر يفتح لك ودخلت، لكن للأسف هي ما تبعتش بعد كده. انت قعدت عنده قد ايه لانها نزلت؟ ابدا، انا دخلت عشان اسأله على شوية شاي زيادة عنده. وما قلتش ليه كده من الاول؟ ما انا خفت تتهموني بقتله، وبعدين يعني اذا كان حجاج عاوز يقتله للطار انا ليه؟ عشان تسرق الورق يا علاء. ايه سيادتك قلت ايه؟ ما هي دي المفاجأة يا علاء. بوجي تظاهر قدامك انه هيبيع الورق وراح اتفق مع عامر، واحنا سجلنا المساومة بينهم صوت وصورة عشان القضية تكون مستوفاة. بتقول سجلتوا له؟ يعني انتوا كنتوا عارفين من الاول؟ مش بقول لك مفاجأة؟ بوجي ما اقتنعش بافكارك الشريرة ورجع للحرام زي ما اوهمك. بوجي جالنا وحكالنا كل شيء بالتفصيل وسلمنا الورق، وكان بينفذ تعليماتنا بالحرف. دي فعلا مفاجأة. والمفاجأة الأكبر بقى إني خلاص عرفت الجاني وهقبض عليه حالا. بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. يا سعادة البيه الظابط، هو سعادتك مش واخد بالك إني أنا اللي بلغت عن قتل بوجي ولا إيه؟ لا واخد بالي وعارف يا مريا. ولما سيادتك عارف ليه تتهمني بقتله؟ ازاي يعني اقتله وابلغ عنه علشان تلحقوه؟ حد يقول كده؟ طب ما كنت قتلته ونزلت سكيتي، ولا من شاف ولا من دري. ما هو ده بالظبط اللي حصل. انت خبطت على بوجي وفتح لك عادي ودخلتي وطلبت منه حاجة من عنده، وبمجرد ما التفت عشان يجيبها لك فاجئتيه من الخلف بطعنة بسكينة كبيرة في جنبه، ومن قوة الطعنة والغل اللي وراها النصل نفذ بالكامل جوه بطنه، سقط على الأرض بينزف بغزارة، وانت وقفتي تستمتعي بموته لأنها اللحظة اللي تمنيتيها من يوم ما ماتت بنتك. قصدك من يوم ما قتلها؟ التحقيق وقتها أثبت براءته من تعمد قتلها، ومع ذلك انتقمتي وقتلتيه. أنا ما قتلتوش، وأنا قلت لك اللي قالهولي وهو بيموت، يعني كان بيتكلم عن راجل. ما هي دي الكذبة اللي تصورت إنها هتبعدك عن الاشتباه، لكنها كانت الإشارة الأولى لإدانتك. الإشارة الأولى لإدانتي؟ انت قلتي إنك بعد ما نشرتي ورحت عند السلم عشان تنزلي سمعت صوت القتيل بوجي ومن جوه اوضته بيتألم، صح؟ ده اللي حصل. ده اللي حصل ازاي يا مرعية؟ ها؟ انت مش واخده بالك ان حبال الغسيل جنب اوضه القتيل مباشره وفي اخر السطوح، وان السلم هناك في اول السطوح؟ وكمان قلت بلسانك انك نشرت الغسيل في حوالي ربع ساعه. طيب ودي فيها ايه؟ ازاي وانت عند النقطه الاقرب للاوضه وفي الوقت الاطول ربع ساعه ما سمعتيش صوت القتيل بيتألم وتسمعيه بعد ما بعدتي ووصلت للسلم؟ ها؟ لا ما انا هقول لك بقى. لا انت قلت كمان ان القتيل لما فتحت عليه الأوضة بصلك وقالك قتلني يا ام رؤية. ولو افترضنا ان دي الحقيقة فيبقى ده معناه ان بوجي ولحد ما دخلت عليه الأوضة كان حي وقادر يتكلم، مش كده يا ام رؤية؟ ها؟ كده. طب لما هو كان قادر يتكلم ليه ما ندهش عليكي وانت جنب اوضته مباشرة بتنشر الغسيل، او حتى يبعت استغاثة للأستاذ علاء جاره في اوضته؟ والله كل اللي سيادتك قلته ده عادي وممكن قوي يحصل، بس احنا بشر وبتعدي علينا حاجات كتير قوي. لكن الراجل الصعيدي اللي لقيتوه في اوضه الاستاذ علاء وكمان الاستاذ علاء ذات نفسه، ليه ما يكونش حد منهم هو اللي قتله؟ لانه ببساطه شديده بوجي ما كانش هيفتح بابه في التوقيت ده لاي راجل. بوجي كان منتظر زياره من واحده ست، ولما خبطت انت عليه وشافك من العين السحرية واتأكد ان اللي بيخبط لا هو علاء ولا حجاج الصعيدي فتح لك عادي. اتفتحت في راسه طاقة حي وميت.
خدني يا بيه، ما انا خلاص ما بقاش يهمني. انا من دلوقتي هنام وانا مرتاح 24 قيراط. عارف علشان ايه؟ علشان انتقمت من اللي حرمني من بنتي الوحيدة طول العمر، والعمر دلوقتي خلاص ما بلوش لزوم عندي. يلا يا بيه اتوكل على الله وخدني بقى. خدها يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائز الأول صبري حليم عبد الملاك، الفائز الثاني علي محمد يسري، الفائزة الثالثة رحمة فؤاد مصطفى. مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. هندسة إذاعية عواد صبحي. اتنين 57-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. صوت الحكاية، حكايات تروى بصوت الزمن الجميل. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم أجمل الحكايات بصوت الزمن الجميل. دمتم بكل الخير.